وتفتكر الفتره بتاعتي ديت كنت حريص جدا ان انا احضر كل المؤتمرات ده صحيح. انا قابلتك في النادي حتى قلت لي انا مش هتكلم، انا بحضر المؤتمرات ولما هيجي وقت الكلام هتكلم. بالظبط. وكنت حريص على ان انا كل تصريحاتي تبقى من خلال هذه المؤتمرات، سواء بالنسبه للفريق او بالنسبه للاعبين، علشان اوصل للاعلاميين وللنقاد وللصحافه الرياضيه وللعيب حتى بتاعي وللجمهور بتاع النادي الاهلي المفهوم اللي انا بشتغل بيه في المسافه الصغيره دي او في الزمن الصغير ده. ليه؟ عشان امنع الاجتهادات اللي تزود عندي شقه المشاكل. لان انت النهارده انا داخل ماسك فريق ما فيش شك ان في مشاكل، لان شكل النادي الاهلي ما كانش طبيعي. ودي مش اتهام لحسام، والدليل على كده ان حسام نفسه مشي، واخد بالك. انما هو النهارده المشاكل اللي كانت موجوده ايه؟ حتى انا قلت تبرير في صالح حسام نفسه. لما اتسالت في قناه النادي الاهلي ايه اللي حصل للنادي الاهلي خلال السنين اللي فاتت دي، قلت النادي الاهلي عمل انجازات كبيره جدا جدا خلال السنوات اللي فاتت السته بالذات، وقدر ان هو خلال الفتره دي يحقق بطولات يمكن لم تتحقق من قبل بهذا الكم. بس في سلبيه كانت موجوده يعني اخفتها هذه الانجازات. السلبيه دي اول واحد تحمل التبعيه بتاعتها حسام البدري. من خلال ايه؟ من خلال اجهاد النجوم، ومن خلال عدم عمليه الاحلال والتبديل في الوقت المناسب. وبالتالي حسام البدري السنه اللي فاتت كان معذور في ان هو بص لقى عنده عدد من النجوم الكبار مصابين، اخرين بعاد عن الفورمه بتاعتهم الطبيعيه، اضطر ان هو يستعين ببعض اللعيبه الصغيره. وهو حتى اللي قدم عفروتو وقدم شكري وقدم شهاب. الكلام ده فيه حاجه غلط. ده اعتقد ده كلام هايل، يعني ده كلام في حق حسام البدري. هو ده اللي انا قلته في حق حسام البدري. اللي اتقال بقى في حقي انا حاجات تانية خالص انا ما بحبش حتى ان انا اكررها. زعلت؟ انا ما زعلتش. انا بص يا كابتن احمد، انت عارفني واشتغلت معايا. انا مؤمن دايما حتى في حقوقي الخاصه بآية قرآنية إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بس بصبر كتير قوي لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يرجع لي حقي. اللي زعلني بس من حسام إيه؟ إن حسام أخويا الصغير. فأنت يا حسام النهاردة كان أبسط حاجة ترفع سماعة التليفون. يعني حتى لو أنت شككت في الكلام ده واتكلم يا كابتن أنت قلت الكلام ده، هقول لك لا أنا ما قلتش الكلام ده. بس إنما أنا لا دافعت عن نفسي ولا اتكلمت كلمة وحشة في حق حسام، ومش من طبيعتي. حتى الالفاظ اللي اتقالت من المعلق اللي كان بيتكلم معاه في البرنامج الفاظ مش بتاعتي. يعني انت عمرك سمعتني انا قلت مثلا انا عملت انجاز واعجاز؟ لا مش طبيعتك. ده انت اهو لسه بتقول قبل ما اتكلم. اما جيت تطلب مني ان انا اطلع اتكلم قلت لك معلش يا كابتن احمد استنى عليا لما اخلص المهمه بتاعتي. ده حصل. ويمكن البرنامج ده هو الوعد اللي انا وعدتك ان انا اتكلم معاك. فانا مش من طبيعتي اتكلم عن نفسي، بالعكس. فما يجيش النهارده انت قلت فريق مهلهل، فريق لا ما تطلعش، مش الصلاح مش بتاعي. انا ما اقولش على تيم ده، بالعكس بقى. في المؤتمر الصحفي الاول خالص اللي الناس كلها شافته وحضرته انا قلت يا جماعه النادي الاهلي في منحنى، ومنحنى ليس صعب. وانا باذن الرحمن هنقدر نخرج من المنحنى ده في اقرب وقت ممكن. ليه؟ علشان تاريخ النادي الاهلي، وعلشان خاطر المكان نفسه والتاريخ بتاعه، علشان اللعيبه اللي موجوده، النجوم اللي موجودين. فواحد هيقول كده، هيقول على فرقه مهلهله. وبعدين انت اول حاجه كانت الفريق او اللعيبه محتاجاها انك تعمل عمليه تعديل في النفسيه. وده امر طبيعي ملوش علاقه. برضه حضرتك اللي قلت لي في اللقاء اللي قلت لي انا بعالج. انا بعالج. يعني انا قلت معالجه نفسيه ومعالجه فنيه. كلمه معالجه دي يعني في حاجه غلط موجوده، وده مش عيب، وده امر طبيعي. ملوش علاقه بمستوى المدرب، ملوش علاقه باسم المدرب. يعني لان احنا كمدربين كلنا دون استثناء اعظم مدربين في العالم هو عايش ما بين النجاح والفشل. صحيح. وبين المكسب والخساره. انت نفسك جربت النجاح كلنا يا كابتن احمد. هو الخبرات اللي عندنا ما هياش خبرات نجاح بس، ده خبره الفشل بتبقى اعمق وتاثيرها اكبر. يعني كابتن انت طلبت تدريب الفريق الاول يعني بحكم علاقه خالص؟ لا خالص. فوجئت ان هم بيطلبوك؟ لا خالص، انا ما اطلبش حاجه زي كده. طالب الولايه لا يولى يا كابتن احمد. يعني بحكم علاقتك مثلا بالكابتن حسن لا خالص. فوجئت ان هم بيقولوا لك تعالى امسك الفريق. ما فكرتش تعتذر للحظه؟ لا خالص، ما فكرتش خالص. لا انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يمكن هقولها لك لاول مره. في حاجه اسمها الفرصه الكامله. الفرصه الكامله دي انا عمري في حياتي ما خدتها خالص. في حياتي. في حياتي انا بقالي 33 سنه بشتغل. الفرصه الكامله ايه هي الفرصه الكامله؟ الفرصه الكامله انك انت تمرن كيان صاحب تاريخ
زي النادي الاهلي، زي النادي الاهلي، كيان وراه جماهير عظيمه جدا زي جماهير النادي الاهلي، وراه اعلام ونقاد ومتابعين وزي اللي موجود ورا النادي الاهلي، امكانيات متوفره زي امكانيات النادي الاهلي، قدرات متوفره، جمهور زي ده يحرك اي حد. نعم. واخد بال حضرتك؟ قطاع ناشئين يمدك في اي وقت. طموحات، اقصى طموحات موجوده في القاره، اللي هي طموحات عالميه قاريه محليه. واخد بال حضرتك؟ الفرصه دي لما بتيجي لمدرب ساعتها تقدر تحكم على المدرب اذا كان المدرب ده كويس ولا مش كويس. انما الفرصه الكامله دي، ولذلك حتى لو تاخد بالك كابتن احمد، معظم مش معظم، كل المدربين المصريين مظلومين في الحته دي. ليه؟ تبص تلاقي لما يجي مثلا نادي كبير عنده المقومات هذه الفرصه الكامله، تبص تلاقي يجي لاولاد النادي، ما بقصدش انا يعني، انما دي موجوده في كل انديه مصر الكبيره بالذات. لما الفريق يبقى مكتمل وعنده المقومات، يقول لك احنا عايزين نجيب له مدرب اجنبي، ما نجيبلوش مدرب مصري. لما الفريق تبقى ظروفه سيئه، يجيب مدرب احنا عايزين مدرب واحد مخلص من ولاد النادي. ليه؟ لان العامل النفسي بيبقى تاثيره اكبر واحتياجه اكثر في هذه المرحله، فبتجد الناس بتلجا للمدرب اللي هو الوطني، لان الناحيه النفسيه هو يقدر يوصلها بسهوله اكتر انما عمليه ان انا طلبت، لا خالص ما طلبتش. الفرصه الكامله في مصر شايفه تنطبق على فرق ايه غير الاهلي؟ مش بالنسبه لي انا لا، الزمالك طبعا زيه زي الاهلي، الاسماعيلي نفس العمليه، بس الاسماعيلي عنده دايما خلل في بعض الاوقات اثناء الموسم كده في الجانب الاداري، فدي بتفقده كثير جدا جدا من مقوماته. اعتقد ان في بعض انديه النهارده بقى عندها الفرصه اللي هي انت بقى ممكن تكملها وتبقى كامل، زي مثلا انبي، زي حرس الحدود. الفرقتين دول اعتقد ان هم عندهم انبي الحدود، زمالك، اسماعيلي. في فرق تانية عندها المقومات بس ما عندهاش الجانب المنظم او الجانب الاداري اللي هو يعني مثلا فريق زي الاتحاد السكندري او المصري. الفرقتين ضربت الاتحاد وعملت معاه نتائج طيبه. الفرقتين دول بالتحديد يا كابتن احمد عندهم مقومات، لو في نظام وفي ماليات مظبوطه وفي استثمار صح يبقى زيهم زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي، لان عندهم جمهور غير معقول زي جمهور النادي الاهلي والزمالك بالظبط. فاعتقد ان دول لو يجي مثلا نادي يخطط 5 سنين في ال5 سنين دول يعمل خطه، اعتقد انه ممكن يحقق حاجه كبيره قوي. وبالتاكيد معاهم منتخب مصر. لا طبعا منتخب مصر ده منتخب مصر في المقام الاول. اسالك وجاوبني بصراحه، يعني لو حد من الفرق اللي انت ذكرتها بما فيها الزمالك طلب الكابتن زيزو من بدايه موسم انه يدربه، الزمالك عنده نجوم كتيره قوي، ولاده اولى ان هم يمسكوا المهمه دي من وجهه نظري يعني. وخاصه النوعيه بتاعتنا او اللي هي الجيل بتاعنا احنا، اللي هو اتربى على الانتماء الكامل، اللي ما كانش فيه احتراف، فما كانش فيه تجزئه لعمليه يعني توزيع الاخلاص بمعنى اصح، او توزيع الانتماء. انا اخلاصي للنادي الاهلي فقط، طبعا بلدي قبل اي حاجه يعني. كابتن زيزو، يعني لما جم صعدوك للفريق الاول، النواحي الماليه عندك اتغيرت ولا بنفس راتبك؟ وهل انا ما اتكلمش فيها خالص بس هي اتغيرت. وهل استمرت ولا ما رجعت لا رجعت تاني. طب يعني ما هو ده برضو عفوا مش عدل، يعني اذا كنت انت راجل ما بتتكلمش وحسنه وبعدين يرجع تاني، اعتقد بيبقى انا بشتغل على الاقل بالنسبه لك، يعني انا اعرف تدينك واحترامك وادبك وكل شيء، يعني ممكن اتكلم مع حضرتك ساعتين، لكن على الاقل بيعمل حساسيه في النفس، وده طبيعي. والله بص يا كابتن احمد، انا اتعودت ان التقدير يجي من الاخرين، لو ما جاش ما بسالش. دي الحاجه الثانيه، انا بشتغل في النادي الاهلي كهاوي، يعني بشتغل كهاوي، واخد بالك، بس الفكر محترف. يعني ما عنديش، لان الفكر ما تقدرش تخليه تصنفه يا لا. فانا بشتغل بحب للنادي الاهلي وكهاوي النادي الاهلي، ودي مش مخلياني اتكلم في الموضوعات الماليه دي، وان كانت زي ما انت قلت هي غير مرضيه. لا خالص، او بعيده خالص. يعني بتتكلم مع مين في لجنه الكوره، او بتتكلم مع مين في مجلس اداره، ولا مفيش حوار اصلا؟ لا الحوار موجود.
الحوار موجود، بس انت عارف احنا عندنا نظام في بعض الامور بتكلم فيها مباشره مع الكابتن حسن او الكابتن محمود الخطيب او الكابتن طارق سليم، سواء على حده او على معاهم هم ثلاثه. وفي امور كثيره جدا اللي هي الامور الروتينيه العاديه مع الكابتن هادي خشبه او قبليه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو المنسقين، يعني على اساس ان ده السيستم احنا ماشيين بيه في النادي وكلنا بنحترمه يعني. كنت عارف ان مانويل جوزيه اللي جاي قبلها بكام يوم؟ لا ما اعرفش. ما اعرفش ما اعرفش، بس اتصل بيا كابتن حسن والكابتن محمود الخطيب ليله الاجتماع بتاعهم صباحا، وقالوا لي كابتن حسن قال لي احنا بكره قاعدين مع مستر جوزيه وحبينا نبلغك عشان تعرف مننا ما تعرفش من حد تاني. فطبعا انت عارف دي يعني طبيعتنا يعني. من الكابتن حسن حمدي. الكابتن حسن بنفسه. لكنه من البدايه قالوا لك ان مهمتك مؤقته. قالوا لي مهمه مؤقته وانا يعني قبلتها، وانا ما فكرتش في حاجه بصراحه. بس انا ما اشتغلش ان انا مؤقت. اشتغلت على انك لازم طبعا ما ينفعش كنت تشتغل مؤقت. ما ينفعش تجزأ الفكر، ما ينفعش تجزأ الاخلاص، البرنامج، الكلام ده كله لا، لازم تبقى مرحله بتعمل فيها اقصى حاجه، وبعد كده تيجي مرحله ثانيه بقى تكمل فيها يعني. كانت زيزو دي كره قدم وكل شيء وارد فيها يعني. نفترض حصل تاني انه مشاكل في النتائج في النادي الاهلي، حصلت ازمه او وطلب منك نفس الطلب من اول وجديد، هتلبيه ولا المره دي هتفكر فيه بقى شويه؟ لا 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 هلبيه مباشره برضه. لا ما عندي. بص يا كابتن انا بحب الناس دي قوي. الجمهور الكوره بتاع النادي الاهلي ده وجمهور الكوره في مصر انا بحبه جدا. انا هقول لك على حاجه يمكن ما قلتهاش خالص. يوم ماتش الاهلي والزمالك احنا غالبا السنوات اللي فاتت دي لما تخش مدرج او استاد القاهره وتشوف المدرجات بتاعت الاهلي تلاقيها مليانه على الاخر. اكيد. جماهير الزمالك كانت مقله مقله شويه. الماتش ده لا، الماتش ده كان جمهور الزمالك كان كتير يعني كان عدده تقريبا مالي الجزء بتاعه برضه قد جمهور الاهلي. لما دخلت الملعب اول وهله يعني اول مره نزلت فيها الملعب بعد التسخين، فبصيت كده للجماهير هنا وهنا بصيت بروح يعني انسان مش بروح مدرب بتمنى فرقتي تكسب. قلت يا حد من الناس دي هيرجع زعلان النهارده. فجوايا جالي شعور بين الماتش هينتهي بالتعادل وانت داخل وانا داخل يعني جالي شعور كده بين المباراه ما بتخيبش كمان. انت مجرب حاجات. فجالي شعور ساعتها ان المباراه دي ربنا هيخلصها على التعادل، وخاصه انها كانت تقريبا قبل ليله راس السنه مظبوط يعني داخلين على سنه جديده. فقلت ربنا يمكن هيعمل كده علشان خاطر ما حدش يخرج زعلان من الناس. وقد كان يعني. المباراه دي بالتحديد يمكن حضرتك خضت النادي الاهلي امام الاتحاد وانتهت بالتعادل، سموحه وانتهت بالتعادل، المقاولون بالتعادل، حرس الحدود بالفوز، ثم الزمالك بالتعادل مره اخرى. لكنه الناس شافت انه ده افضل العروض ولا ده كان عشان الزمالك، ولا حضرتك شايف انه كانت في عروض افضل من دي قدمها النادي الاهلي معاك؟ لا هو البدايه غير النهايه. البدايه كان لا يمكن انك انت تعمل قفزه في شكل الاداء للاسباب اللي الناس كلها كانت عارفاها، اصابات كتير، فريق ناقص. وانا قلت سموحه وانا قلت ناقص نوعيه. ناقص نوعيه لان ناقص مراكز يا كابتن احمد. فاللي حصل انك انت بدات تعالج. المعالجه لازم تاخد وقت. ما ينفعش انك انت بتعالج جمله واحده وفي يوم وليله هتغير اللعيبه كلها او ادائها كله. فكان في تطور في الاداء الناس استشعرته بصرف النظر عن النتائج. ولذلك دي من ضمن الحاجات برضو اللي انا قلتها ان بالرغم ان النتيجه الرقميه في 4 ماتشات ما كانتش فوز الا ان كان في رضا عن الاداء. ودي من الحاجات النادره لان النادي الاهلي نادي المفروض بيسعى للمكسب باستمرار. صحيح. ولكن في الوقت ده كان المفروض الاول تعالج. الاول اعالج الموقف بحيث ان انا احسن مستوى الاداء، ومن خلال التحسين بتاع مستوى الاداء الانسجام هيزيد وبالتالي النتائج هتتحسن. ماتش الزمالك كان في ميزان لما نيجي نقيم الماتش ده. مش مفروض، وانا حتى قلت في المؤتمر الصحفي الكلام ده، لما نيجي نقيم ماتش الاهلي والزمالك الاخير لازم نقيم الاول الميزان اللي كان موجود قبل المباراه. يعني حاله الاهلي معنويا ونفسيا وحاله الزمالك معنويا ونفسيا. نعم. الحاله دي قبل المباراه هي اللي ادت انطباع معين. الانطباع ده في الغالب كان في صالح اتجاه اخر، نادي الزمالك. فلما اللعيبه شافت نزلت الملعب والناس شافت المباراه اعتقد ان هي قدرت تحس من خلال الاداء، من خلال كثافه الهجمات، من خلال الاستحواذ، من خلال المحاولات اللي هي
على المرميين قدرت تحس ان النادي الاهلي رجع لحاله كان بقاله كتير قوي بعيد عنها. برضه بعيد عن حسام. انا بتكلم على حاله الاداء. واخد بال حضرتك؟ فانا اعتقد ان يمكن هو من هنا جه الرضا. ويمكن انا بعد المباراه يا كابتن احمد